تحية مجددة معكم من موقع ونت. أهلا وسهلا بكم زوارنا الأعزاء. في الانتخابات الأخيرة التي جرت في جمعية بيت المسن في مدينة طمرة، تم انتخاب السيد والمستشار الإعلامي لبلدية طمرة الأستاذ أحمد شقير كرئيسا للجمعية. أستاذ أحمد، أهلا فيك في موقع ونت. أولا أهلا بك، شكرا لكم لزيارتكم. الأستاذ أحمد، حدثنا عن كيفية مجرى سير العملية الانتخابية في جمعية بيت المسن. الحقيقة كانت هناك انتخابات ديمقراطية نزيهة جدا. تنافس في هذه الانتخابات مرشحان. المرشح الأول علي فضل مريح أبو داهش، والمرشح الثاني اللي هو أحمد سعيد شقير اللي هو أنا. وكانت العملية ديمقراطية جدا نزيهة جدا بسرية تامة، حيث شارك في هذه الانتخابات 12 عضو. تغيب عن الجلسة عضو واحد، وواحد صوت بورقة بيضاء، حيث بلغ مجموع المصوتين 11 عضو 11 صوت. فزت ب6 أصوات والمرشح الثاني ب5 أصوات، وبهذا أصبحت رئيسا للجمعية من أجل المسن في طمرة. أستاذ أحمد، حدثنا عن مشاريعكم، برامجكم، الفعاليات التي تنوون إقامتها إكمالا للمسيرة العمرانية لبيت المسن. في الحقيقة أنه من يأتي إلى بيت المسن أو إلى مركز المسنين في مدينة طمرة يرى أن هناك برامج مليئة بالفعاليات والنشاطات للمسنين وللمركزين الذين يعملون في هذا البيت، فحيث أنهم يستقبلون زوارا عديدين من مختلف القرى والمدن العربية ومن كافة المؤسسات الموجودة في مدينة طمرة الفاعلة والتي تعمل في المدينة، حيث يتواصل المسنون مع باقي فئات أفراد الشعب. يعني في الآونة الأخيرة فقط كانت هناك نويدية شباب المستقبل التي تتبع للمركز الخدمات النفسية في مدينة طمرة، حيث تفاعل المسنون مع الأطفال الصغار. يعني لو أنك شفت أنت الفعالية اللي كانت هناك كان قلبك طار من الفرح لمشاهدة المسنين الذين كانوا يصفقون للأطفال الصغار الذين كانوا يرقصون معهم وبينهم، وهذا أمر فعلا يثلج الصدر. فعدا ذلك أن هناك برامج مختلفة ومتنوعة. هناك نحن نقوم في رحلات متعددة في داخل البلاد وفي خارجها، والمسنون يشاركوننا في هذه الرحلات وهذه الفعاليات. أما لو سألتني بالنسبة للبرامج المستقبلية التي ننوي القيام بها في المركز اليومي للمسن، فهناك عدة مشاريع في أمامنا سنقوم بإتمامها بإذن الله في المستقبل القريب جدا. ومنها كي نلحق ركب الحضارة والعلم علينا أن نكون أيضا أن نبني موقع إلكتروني يتبع لبيت المسنين للمركز اليومي للمسن، حيث أنه لا يوجد هناك موقع إلكتروني، إنما توجد هناك صفحة فيسبوك للمركز اليومي مع أصدقاء بيت المسن، وهذا في نظري أنا لا يكفي. ثم أننا نحن اليوم نقوم بدراسة إقامة دورة تعليمية لمحو الأمية للمسنات والمسنين الذين يأتون إلى بيت المسن. نحن أعضاء الجمعية أمرهم شورى بينهم، نتشاور في كافة الأمور وفي كافة ولا توجد هناك قرارات انفرادية على الإطلاق، إنما كل عضو من أعضاء الجمعية له كامل الصلاحيات وله كامل الحقوق أن يبدي رأيه وأن يدلي بدلوه في المشاريع التي ننوي القيام بها. نتشاور في الأمر ثم نقرر ثم نمضي سوية، حيث أننا كلنا نعمل في هذا الإطار بشكل تطوعي.
لا أحد من أعضاء الجمعية يتلقى راتب، إنما عملنا هو لوجه الله تعالى، لا نبحث عن جزاء، إنما جزاؤنا فقط من عند الله سبحانه وتعالى. نحن نتمنى ونبتهل ونصلي دائما إلى الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمار المسنين، وأن نستطيع أن ندخل البهجة والبسمة إلى قلوبهم وعلى شفاههم. فكما قال الله في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو نظرت أخي إلى هذه الآية وأمعنت النظر بها لرأيت أن الله سبحانه وتعالى أقرن عبادته ببر الوالدين، والوالدين هم في طبيعة الأصل هم المسنين، هم من المسنين، لذلك علينا البر لهؤلاء المسنين ولإدخال البهجة والبسمة والابتسامة إلى قلوبهم. هم في الجيل الذهبي، لذلك ما علينا إلا أن نعمل جاهدين وبكل الطاقات والإمكانيات. وفي هذا الإطار أنني أتوجه إلى بلدية طمرة وإلى رئيسها السيد عادل أبو الهيجة أن يستمر في مد يد العون وأن يدعم بيت المسن، إنما هو يدعمه الآن، ولكننا نطمع بالمزيد ثم المزيد ثم المزيد من الميزانيات كي نستطيع أن نفي هذا المسن وهذه المسنة حقها في العيش الكريم. فمن الطبيعي ومن الأمور الطبيعية جدا أن تنعم وأن تعيش هذه المسنة حياة كريمة هنيئة. يعني كانت قبل فترة قصيرة جدا توزيع مدفئات وأمور أخرى من قبل مصنع نيشر للمسنين، وهذا أمر جيد جدا يثلج الصدر. شاركنا في توزيع الهدايا وقتها، وكنتم أنتم أيضا شاركتم في نقل هذا الخبر، مشكورين جدا. هناك أمور يا أخي من ناحية البرامج المستقبلية، من ترميم بيت المسن من الداخل. بيت المسن، بناية بيت المسن منذ 13 عام لم يجري ترميم هذا البيت، فمن الأمر الطبيعي جدا أن نبدأ بترميمه. ولا أريد أن أعد في أنه في خلال هذه السنة نستطيع أن نعمل كل هذه الأمور، ولكننا سنبدأ، ومسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة. نحن أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. ما نتمناه وما نرجوه أن يمدنا الله بالعافية والصحة كي نستطيع أن نعطي لهؤلاء المسنين حقهم في العيش الكريم. الأستاذ أحمد، بالنسبة لكيفية التنسيق بين عملك كمستشار إعلامي للبلدية وكرئيس لجمعية بيت المسن، هل هناك تناقض بين الأمرين أم أن هناك تنسيق؟ أخي، في الحقيقة عملي كمستشار إعلامي لرئيس بلدية طمرة، هذا العمل بدأت به منذ قبل 4 سنوات، وبفضل الله وبحمده استطعت أن أفي أبي سلام حقه في الناحية الإعلامية، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. عملي كرئيس لجمعية بيت المسن هو أيضا تطوعي، ولا يتعارض إطلاقا مع كوني مستشار إعلامي لرئيس بلدية طمرة. سأستمر في هذا العمل. أنا جئت من الصحافة، أنا في الأصل صحفي منذ عشرات السنين. عملي كان صحفيا وما زلت صحفيا، وسأستمر في هذا العمل الصحفي لأنني أحبه. فما أرجوه وما أتمناه لهذه المدينة الطيب أهلها التقدم والازدهار والانتعاش.
في ظل الإدارة الحالية لبلدية طمرة. أرجو أن تستمر هذه الإدارة فيما بعد الانتخابات القادمة أيضا. أستاذ أحمد، كلمة أخيرة نود أن توجهها لزوار موقع ونت ولأهالي مدينة طمرة بمناسبة العام الجديد. ما نبتهل إلى الله ونصلي إلى الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بسنة خير، سنة محبة، سنة وئام، سنة سلام، سنة إخلاص، سنة انتماء. أن للمواطن الطمراوي أقول: إذا كنا ننتمي بشكل جيد إلى هذه المدينة هذا يقول لنا الكثير، ومدينتنا ستكون دائما بخير بإذن الله سبحانه وتعالى إذا نحن حافظنا عليها. فيعني على سبيل المثال، عندما بدأنا بغرس أشجار الأشجار على جانبي الشارع قامت هناك ضجة: ماذا تفعلون وماذا تعملون؟ تزرعون الورود وتزرعون الأشجار فقط. وأنا أقول أن زراعة الورد أمر ضروري وزراعة الأشجار أمر ضروري، فالذي يزرع هو سيحصد وسيجني ثمر زرعه وغرسه لتجميل البلد، لإعطاء رونق، لإعطاء اللون الأخضر لها. فما أجمل أن تدخل إلى المدينة وأن تمر في شوارعها وأن ترى الخضرة على جانبي الشارع. كنا معكم من موقع ونت في هذا اللقاء مع الأستاذ والصحفي أحمد شقير. شكرا لكم.